السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى جمهور في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بدعمكم وبتشجيعكم ليا ان شاء الله قربت احقق الشرط الاولاني. عايزاكم تساعدوني وتشجعوني نوصل لل1000 مشترك، علشان خاطر مجهزه لكم مفاجأة جامدة جدا هتعجبكم ان شاء الله بمناسبة ال1000 مشترك. ساعدوني كده ودعموني، وان شاء الله بإذن الله نوصل مع بعض. ان شاء الله في فيديو النهارده هنعمل وصفه سهله وبسيطه جدا، وزي ما قريته كده في عنوان الفيديو ان شاء الله بدون لا عجن ولا تخمير ولا بقى دقيق ولا توريق ولا فرد ولا اللخبطه دي كلها ولا الزحمه دي كلها. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فطاير سهله وسريعه جدا، وبمكون واحد هو السر فيه زي ما قلت ان شاء الله هيعجبكم جدا. اول حاجه جهزت معايا كده الحشوه زي ما حضرتك تحبي. انا كان عندي حوالي 3 قطع من البانيه، قطعتهم كده، كانوا متبلين جاهزين تتبيله البانيه العاديه اللي احنا كلنا عارفينها، وشوحتهم كده في الطاسه معايا زي ما شفتوا. هسيبهم بقى بعد ما استووا تمام السوا على جنب بقى يبردوا كده براحتهم كده وياخدوا درجه حراره المطبخ، واروح بقى اجهز معايا التشريبه اللي هعمل بيها الفطاير القمر بتاعتي النهارده. في طبق كده او في بوله جبت معايا كوبايه من الحليب، وضفت عليها كوبايتين من الزبادي. انا هنا مش هستخدم معايا بيض خالص، لان طبعا زي ما احنا عارفين البيضه غاليه، البيضه الواحده ب5 جنيه طبعا، والحسابه بتحسب، ومش عايزين خساير بقى ولا عايزين ايه مبالغه بقى في المكونات والحاجات دي. تمام، هي كوبايه بس واحده من الحليب على كوبايتين من الزبادي. تمام، لو هتضيفي بيضه تمام هتضيفي كوبايه زبادي واحده وبيضه واحده. تمام. بعد كده حطيت عليها رشه من الفلفل الاسود، رشه من الملح، رشه من السبع بهارات. تمام، عشان تطعمها كده وتديها معانا طعم كده حلو جدا ونكهه حلوه اثناء الاكل. هقلب بقى معايا كده زي ما حضراتكم شايفين، او هرب كده الحليب مع الزبادي زي ما حضراتكم شايفين كده لغايه لما القوام بتاعه يكون كله كريمي كده ويكون واحد. تمام. هجهز بقى معايا الصواني اللي انا هعمل فيها الفطاير القمر السهله اللي مفيش اسهل منها بتاعت النهارده. جبت بقى معايا كده صينيتين زي ما حضراتكم شايفين، تقدري تستخدمي اي صواني في الوقت دوت، مش شرط صواني جرانيت، ممكن تستخدمي صواني اللي هي الالومنيوم، مفيش اي مشكله منها وهتطلع معاكي الفطاير احلى منها مفيش. جبت بقى معايا كده الصينيتين القمر اللي هشتغل فيهم، الصينيه مقاس 26 والصينيه مقاس 28. هدهنهم كده زي ما حضراتكم شايفين بدهنه بسيطه كده من الزيت. ممكن لو حضرتك عايزه بقى تصرفي وتكلفي تحطي دهنه بسيطه من السمنه او دهنه بسيطه من الزبده كده وتمسحيها بالفرشه كده زي ما حضرتك شايفه. تمام. وممكن برضو تعمليها اقتصاديه زي ما انا عملت بشويه كده من الزيت، يعني في كل صينيه كده حوالي معلقه من الزيت. تمام. السر بقى كله فين؟ السر كله في لفه الجلاش اللي كانت مركونه عندنا في الفريزر من العيد الكبير، يعني كده مركونه كده في الفريزر كده ومحدش بيعبرها ولا حد بيجي جنبها، وطبعا بقالها كتير قوي في الفريزر فصعب ان احنا نعملها، هتطلع معانا متكسره ومتفرفته. فانا النهارده بقى جبت لكم اختراع كده من الاخر. عايزه اقول لكم ان هو مش ابتكار ولا اي حاجه، في ناس كتير جدا على اليوتيوب عملت الوصفه ديت. تمام، يعني الوصفه ديت مش ابتكار يعني، ولا مثلا براءة اختراع، لا الوصفه ديت ناس كتير قوي عملوها، بس انا طبعا عملتها معاكم قبل كده على القناه، ومن جمالها ومن حلاوتها قلت اعملها تاني. تمام. خدت معايا كده بقى الورق بتاع الجلاش زي ما حضراتكم ملاحظين ان هو بيتقطع معايا وبيتكسر، لان طبعا زي ما ذكرت ان هو مركون في الفريزر بقاله فتره. فلو عند حضرتك لفه جلاش في الفريزر ومحدش راضي يقرب منها، تقدري تعمليها احلى فطاير شرقي سهله وسريعه جدا تتحدي بيها اي مطاعم واي محلات. لو عملتيها في البيت اولادك عمرهم ما هيقولولك عايزين من بره فطاير تاني. تمام. خدت معايا كده يا حبايب قلبي الفطيره زي ما حضراتكم شايفين، او لفه الجلاش، هي ان شاء الله بعد كده هتبقى فطيره. فردتها كده معايا، بخلي نص الورقه بتاعه الجلاش او نص الطبقه بتاعه الجلاش جوه الصينيه والنص التاني لبره. طبعا انا مستخدمه صينيه مدوره، لو حضرتك مستخدمه صينيه مستطيله او مربعه هتكون اسهل معاكي في الرصه بتاعه ورق الجلاش. تمام. زي ما حضراتكم شايفين بخلص طبقه طبقه او رقراق، وبدهن التشريبه اللي انا عاملاها في النص او بسقي بيها كده في النص، عشان خاطر عايزه الطبقات بتاعه الفطيره تكون معايا طريه وجوسي اثناء الاكل. مش عايزاها بحس ان انا باكل مثلا جلاش عادي، او مش عايزه احس ان انا باكل حاجه ناشفه معايا، لا عايزاها تكون طريه كده وجوسي زي الفطاير اللي احنا بنجيبها من بره، وبيكون طعمها كمان قريب للبيتزا. تمام. بسقي كده زي ما حضراتكم شايفين التشريبه. جبت بقى معايا هنا الحشوه اللي انا عملتها معاكم في اول الفيديو اللي هي شرايح البانيه. كان عندي حوالي 3 قطع بانيه او 4 قطع بانيه مش فاكره تحديدا، يعني بما يعادل حوالي ربع كيلو. هبدا ان انا انزلهم كده على الفطيره زي ما حضراتكم شايفين، بعد طبعا ما سويتهم واتاكدت ان هم استووا تماما.
هبدا بقى ان انا اسويهم كده في الصينيه زي ما حضراتكم شايفين. ودي بتكون الحشوه، تقدري حضرتك تعملي اي حشوه متاحه عندك. الحشو ده بيكون اختياري، انا هعمل معاكم حشوه مفتريه وهعمل معاكم حشوه اقتصاديه. دي الفطيره المفتريه اللي هي بالحشوه الغير اقتصاديه. حطيت بقى شويه كده من الفلفل الرومي اللي هو الاخضر، وشويه برضو من الفلفل الرومي اللي هو الاحمر. وبعد كده هبدا ان انا ارش كده رشه موتزاريلا كده، يعني ايه عايزين بقى ايه يعني نروق على نفسنا كده. لو حضرتك مش حابه ان انت تضيفيها تقدري تستغني عنها، مفيش اي مشكله اطلاقا. تمام. بعد كده بقى ايه هبدا ان انا احط كده ايه قطع زيتون كده مخلي، اللي هو الزيتون الشرايح دوت في النص. ودي برضو بتكون خطوه اختياريه، تقدري تستخدمي اي حاجه انت عايزه تضيفيها في الحشوه، يعني اللي متاح عندك. زي ما قلت دي حاجه اختياريه وحسب الرغبه او حسب المتاح عندنا. طبعا الدنيا غاليه، واللي متاح عند حضرتك تقدري تستخدميه. الحشوه دي بتاعتك بقى، انت حره فيها، بدعي بقى فيها زي ما انت عايزه. بعد كده هبدا بقى ان انا اطبق ورق الجلاش كده او ادخله كده جوه الصينيه، المه كده زي ما حضراتكم شايفين. واحاول ان انا اساوي الوش بتاعه او السطح بتاعه كده، لان انا ايه هخلي الوش ده هو الوش بتاع الفطيره. فحاول ان انا اظبط الشكل بتاعه كده من فوق او الشكل النهائي بتاعه. ببدا ان انا اطبق كده ورق الجلاش كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هي الفطيره او الجلاشه باينه معايا ان هي متبهدله او متهربده خالص. انا ما استخدمتش ورقه الجلاش كلها او لفه الجلاش كلها زي ما ملاحظين معايا. استخدمت حوالي مثلا تلتين بس، مش اكتر من كده. والتلت التاني لفه رول كده ومخليها على جنب. هاخد برضو شويه كده من التشريبه وهبدا ان انا اسقي كده الوش بتاع الفطيره معايا زي ما حضراتكم شايفين. انا بسقيها كده بزياده كده، ويعني بنبذر شويه هنا كده، يعني مش عايزين ان احنا نوفر، لا عايزين نخلي فيه تبذير هنا شويه، عشان خاطر احنا عايزين الفطاير تكون معانا طريه كده وجوسي اثناء الاكل. وبرده في نفس الوقت ما نكترش قوي من التشريبه، عشان خاطر الفطاير بتاعتنا ما تطلعش معجنه اثناء التسويه، وتطلع معانا بعد التسويه ما نعرفش نمسكها بايدينا وتكون معجنه خالص. تمام. يعني فنخليها كده ايه خير الامور الوسط. بعد كده زي ما حضراتكم ملاحظين خدت بقى شويه من الموتزاريلا ورشيتها كده على الوش بتاع الفطاير بتاعتي. الفطيره كده جاهزه معايا ما شاء الله. طبعا انا في الوقت دوت هروح بقى اشغل معايا الفرن. بشغل الفرن على درجه حراره 200 وبدخل معايا الصواني على الرف الاوسط. بتقعد معايا في الفرن حوالي نص ساعه، يعني من تلت ساعه لنص ساعه، لغايه لما تبدا الحروف بتاعه الصواني او الفطاير بتاعتي تفصل من الجناب وتاخد لون، ويبدا اللون يطلع على السطح بتاعها. تمام. خلينا بس بعدين للتسويه، ودلوقتي خلينا في اهم حاجه. انا كده خلصت اول فطيره معايا. طبعا التزيين دوت بيكون في النهايه اختياري. تمام. بعد كده هبدا ان انا اسيب الصينيه ديت على جنب، واروح بقى اجهز معايا الفطيره التانية اللي هي بقى الفطيره المفرفته او الفطيره بقى المفروله، اللي هي الاختراع دي، اللي هي بقى ايه بتعملي كده فيها ورقه الجلاش عامله زي الشرايط. تمام زي ما هتشوفوا معايا. هقطع بقى معايا كده شويه الجلاش اللي فاضوا معايا او شويه الورقات بتاعه الجلاش. طبعا زي ما قلت دي كده تلت اللفه بتاعه الجلاش. انا كان معايا لفه جلاش وزنها حوالي نص كيلو. تمام. هتلاقيها موجوده عند اي حد بتاع كنافه او اي حد اللي هو الكنفاني اللي بيعملوا الفطاير والحاجات دي. هتلاقيها متوفره كتير جدا، او ممكن تلاقيها في السوبر ماركت. تمام. خدتها كده وقطعتها معايا كده زي ما حضراتكم شايفين. هبدا ان انا افككها كده من بعضها، هتكون عامله معايا زي شكل الشرايط كده. هخليها برضو على جنب واروح بقى اجهز معايا الصينيه التانية. تمام. في نهايه الفيديو هقول لكم على ملاحظه بسيطه جدا نخلي بالنا منها علشان ما نقعش في الغلط اللي انا وقعت فيه في التسويه بتاعه الفطيره دي. تمام. يعني الفطيره ديت هي في النهايه طعمها زي التانية بالظبط اللي احنا بنعملها بورق الجلاش الصحيح، بس نخلي بالنا من تركايه كده بسيطه علشان خاطر ما نقعش في نفس الغلط اللي انا وقعت فيه. ودي كانت عايزه اقول لكم اول مره ليا ان انا اجرب الفطيره اللي هي الشرايط اللي كانت نزلت في وقت كده من الاوقات ترند على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. تمام. خدت بقى كده زي ما حضراتكم شايفين معايا في الصينيه. ابدا ان انا اقفل كده القاعده بتاعه الصينيه بالشرايط بتاعه الجلاش اللي انا قطعتها زي ما حضراتكم شايفين. وهبدا ان انا اسقي كده ورق الجلاش معايا او الشرايط اللي انا مقطعاها دي. التسقية دي برضو زي ما قلت حاجة اساسية مش اختيارية، علشان خاطر تطري معانا الجلاش وتخليه طري معانا اثناء الاكل، ما تخلوش مقرمش ومحمص معانا اثناء الاكل. تمام. سقي كده زي ما انت شايفة كده حضرتك لغاية لما تتأكدي ان هي طريت تماما معاكي، ومش برضو في نفس الوقت تكون معجنة. تمام. هنا بقى عايزه اقول لكم ان كان عندي كده بواقي في التلاجة، يعني شريحتين من الجبنه التركي او الجبنه الرومي ومعاهم شريحه من اللانشون. قطعتهم كده مكعبات صغيره كده زي ما حضراتكم شايفين. يعني الحشوه ديت اللي هي بقى الاقتصاديه اللي من اي حاجه بنعمل برضو بيها احلى حاجه.
زي ما حضراتكم ملاحظين كده معايا، خدت بقى شويه برضو من الفلفل الرومي اللي انا كنت مقطعاه، وهبدأ برضو اخد معايا هنا شوية من الطماطم. دي طماطم على فكرة مش فلفل الوان، طماطم انا بقطعها كده شرايح بالطول او جوانح كده، اللي هو التقطيعة اللي هي السلايس ديت اللي هي بالطول. تمام. هبدأ ان انا بقى اشيل برضو منها البذور، دي اهم حاجة بتاعة الطماطم علشان خاطر ما تخليش الفطيرة معانا تكون معجنة، لان البذور دي بتحتوي على نسبة كبيرة من المية في الطماطم، فضروري ان احنا نتخلص منها. تمام. خدت بقى برضو معايا شوية كده من الزيتون او شرايح الزيتون ورشتهم كده في القلب بتاع الفطيرة، يعني من ضمن الحشوة بتاعة الفطيرة. وزي ما قلت بقى المتاح عند حضرتك بقى، تقدري تزيني بيه زي ما انت حابة، او تقدري تحشي بيه زي ما انت حابة. هاخد بقى معايا كده بقية الشرايط بتاعة الجلاش، وابدأ ان انا بقى اسويها كده على وش الفطيرة زي ما حضراتكم شايفين. تمام. هاخد بقى شوية هنا كده من التشريبة، وهبدأ ان انا بقى اسقي كده بيها الوش بتاع الجلاش. في غلطة بقى انا غلطتها هنا، ان انا ضفت يعني كمية من التشريبة ديت اكتر من اللي المفروض ان انا كنت اضيفه على الفطيرة دي بالذات، لان الفطيرة ديت بتختلف عن التانية، ان هي الانسجة بتاعتها او الورق بتاعها ذات نفسه بيكون مفكك من بعضه، فما ينفعش ان احنا نديها تشريبة اكتر من اللازم، علشان خاطر ما تطلعش طرية جدا معانا واقرب للمعجنة بعد التسوية. ودي الغلطة اللي انا وقعت فيها، لان انا كترت من التشريبة يعني في الفطيرة دي اكتر من اللي قبلها. تمام. برضو خدت شوية كده من الموتزاريلا ورشتهم على الوش بتاع الفطيرة بتاعتي، وزي ما قلت دي برضو بتكون خطوة اختيارية، تقدري حضرتك تستغني عنها مفيش اي مشكلة، بس هي بتدي في النهاية يعني شكل جمالي كده كأنك جايبة فطاير او بيتزا من المطعم. الفطيرة دي برضو هميزها كده شوية وهروق على الولاد، هخليها لهم كده كأنها بيتزا يعني. تمام. هديها كده وش بيتزا عشان خاطر يقتنعوا بقى ان انا عملت لهم اكل المطاعم في البيت، ويبطلوا زن بقى ويقولوا عايزين ناكل من بره. فانا ان شاء الله النهارده هخليهم يبطلوا يقولوا ان احنا عايزين ناكل من بره، او عايزين نروح نجيب اكل من بره، او عايزين نروح في مطعم. اي حاجه من اللي هم بيحلموا بيها دي ان شاء الله انا هحقق لهم احلامهم في البيت بدون اي مصاريف وبدون اي تكلفه. تمام. زي ما حضراتكم لاحظين كده معايا، او زي ما حضراتكم شايفين، بدأت كده ان انا ازين وشها كده، يعني اديها وش بيتزا زي ما ذكرت. شوية بقى من الفلفل الرومي، شوية من الزيتون، شوية من الطماطم. عندك فلفل الوان حطي، عندك مشروم مفيش مشكلة، اللي متاح عند حضرتك تقدري تضيفيه في الوقت ده. تمام. زي ما قلت الفرن معايا شغال في الوقت دوت على درجة حرارة 200. هدخل بقى الصينيتين معايا في الوقت دوت يقعدوا بقى لغاية ما اللون بتاعهم يبدأ ان هو يطلع على الجناب. التسوية بتاعتهم زي التسوية بتاعت صينية الجلاش اللي بنعملها باللحمة المفرومة، او الجلاش اللي بنعمله بالمحشي بالفراخ. يعني هي في النهاية صينية جلاش، بس في النهاية بتاخد شكل الفطاير او البيتزا، يعني شكل الفطاير الشرقي او البيتزا. طبعا الطعم في النهاية بيكون احلى كمان من صواني الجلاش العادية، لان احنا عاملين فيها شغل مخليها كأنها فطيرة شرقي. احنا بصراحة يعني عايزة اقول لكم في البيت عندي ما اقتنعوش خالص ان ده جلاش، هم افتكروا ان انا عامله لهم فطير شرقي في البيت، من الجمال بتاعها والطراوه وكمان التوريقات بتاعتها من جوه. كده طلعت معايا اول صينيه ما شاء الله بعد ما قعدت حوالي نص ساعه في الفرن. حابه اقول لكم برضو ان اخر دقيقتين بالظبط او اخر دقيقه بفتح عليها الشوايه علشان خاطر تاخد لون من الوش زي ما حضراتكم شايفين كده. ما تكتريش في الوقت دوت وانتي فاتحه عليها الشوايه، علشان لو حاطه عليها جبنه موتزاريلا زي ما انا عامله ما تنشفش معاكي وتبقى ما بتمطش معاكي. يعني ما تحطيش ما تولعيش الشوايه على الفطاير بتاعتك فتره اطول، ولا قدر الله كمان ممكن تتحرق منك. تمام. ما شاء الله كده شكلها حلو جدا زي ما حضراتكم شايفين. خرجتها بقى من الصينيه وحطيتها في صينيه اللي هي بقطع عليها. الصواني ديت انا جايباها علشان بقطع عليها الفطاير والبيتزا كده زي ما ملاحظين معايا، بيكون حجمها كبير، فاقدر ان انا اقطع عليها براحتي. عايزه اقول لكم من الطريقه اللي هي انا بقطع بيها بتاعه المخرطه بتاع الملوخيه دي، بتديني في الاخر تقطيعه احلى من التقطيعه اللي هي بتاعه البيتزا، كمان بتاعه قطعه البيتزا. جربت ان انا اعملها بسكينه عاديه، او جربت ان انا اعملها بساطور، او جربت برضو ان انا اعملها بالقطاعه بتاعه البيتزا، وكنت متوقعه ان دي هتكون افضل نتيجه. لا بالعكس، عايزه اقول لكم ان انا عشان اقطع بالمخرطه دي ادتني اعلى نتيجه وافضل نتيجه في التقطيع. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، لا الفطيره اتهدرت معايا ولا اتهربدت، وما شاء الله طالعه قطع زي ما حضراتكم شايفين. بس هي سخنه جدا، انا بصراحه مش قادره امسكها خالص. يعني حاولت كذا كذا مره في وانا بصور الفيديو ان انا اقطعها بايديا علشان اوري لحضراتكم شكلها كده معايا. لا حاولت كتير الصراحه وكانت سخنه جدا، ما قدرتش ان انا امسكها بايديا، يا دوبك ثواني وكنت بسيبها زي ما ملاحظين كده. تمام.
يعني طبعا الحاجة بتكون سخنة نار، ربنا يكفينا جميعا شر النار. فنحاول يعني لو مش قادرين ان احنا نمسكها نستنى عليها شوية لغاية لما نقدر ان احنا نمسكها بايدينا. عايزه اقول لكم ان كان النور قطع عليا في الوقت دوت، يعني الحمد لله الواحد ملوش حظ، كل ما اجي اصور كل شويه النور يقطع عليا، الحمد لله على كل حال. طبعا احنا احسن من غيرنا الحمد لله، وربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. تمام. عايزه اقول لكم ان الفطيره التانية ما شاء الله استوت معايا هي وحلوه جدا، بس كانت العيب الوحيد اللي فيها ان هي كانت طريه جدا عن الفطيره التانية. تمام. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وبالف هنا لكل اللي هيجربها وكل اللي دقها. حابه حبايب قلبي ان انتم تدعموني وتساعدوني ان انا القناه عندي توصل لل1000 مشترك، علشان محضره لكم مفاجاه حلوه جدا هتفرح كل الناس ان شاء الله. وكل اللي بيتابعني وكل اللي بيحبني يدعي لي دعوه حلوه علشان خاطر الايام ديت. انا تعبانه جدا برجليا، ربنا يعفو عن الجميع وربنا ما يوري لحد ابدا حاجه وحشه. فاتمنى ان انتوا كده تدعوا لي دعوه حلوه، وما تنسوش برضو اخواتنا في فلسطين وفي غزه بدعوه حلوه كده من القلب، ربنا ينصرهم يا رب ويكون معاهم ان شاء الله، ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم. اللهم امين يا رب العالمين. حبايب قلبي ما تنسوش ان شاء الله كده الدعوه الحلوه، وما تنسوش اللايك والشير وكومنت قمر زيكم. واتمنى ان انتوا تقيموا الوصفه باي تقييم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.